ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجة كويسة. صديقي القمر الجميل، اهلا بيك في الحصة اللي قبل الاخيرة. خلاص احنا بنودع بنفنش، فاضل لنا حصة ويكون منهجنا خلص. حصة النهاردة احنا عندنا عنوانين بقى. هناخد بقى المرة دي عنوان الفينول اللي احنا بقالنا مرتين عمالين بقى بنتحمس له، وهو البورت اللي انت هتتفرج عليه ده. البورت ده هتلاقيه ان هو صغير جدا، اللي هو بتاع الفينول ده صغير جدا، ما يكملش تقريبا اعتقد ساعة، يعني انا لسه هصوره يعني، بس لما كنت بشرحه ما كانش بيكمل ساعة. هو بس معتمد على ان انا فاهم الالكولز ومذاكرها كويس. هتلاقي ان ده حلو وسهل وما فيهوش حاجة صعبة. ونخش بقى على العنوان المهم يعتبر في حصة النهاردة، وهو الكربوكسيليك اسيدز. هتلاقي ان الاسئلة اللي احنا بنحلها على ثانوية عامة المرة دي زادت بزيادة، والمرة اللي جاية زادت قوي. طب هل ده معناه ان الجزء الكربوكسيليك اسيدز ده هو يعني الاصعب اللي فيهم؟ لا، هو عليه اسئلة كتير، مش لان هو صعب، هو لان هو بيربط المنهج بقى كله مع بعضه. فكل حصة بتمشيها كان عدد اسئلة ثانوية عامة عمالة تزيد. يعني اول حصة في الاورجانيك ملهاش اسئلة في ثانوية عامة، تاني حصة بقى سؤال، تالت حصة بأربع أسئلة، خامس حصة تفضل تزيد 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 لحد ما توصل للجزء بتاع الاسترز. تقريبا كانوا حوالي 23 سؤال جم في ثانوية عامة. ده مش معناه ان العنوان ده صعب، هو محتاج منك مجهود شويتين، بالذات اخر حصتين دول الناس بتفكس لهم اصلا، بس سهلين سهلين ما تقلقش يعني. طب يلا بينا نبتدي في جزء الفينول. وقبل ما نخش على الفينول عايز افكرك كده باللي كنا وصلنا له. احنا كنا بنتكلم على ايه بقالنا 3 حصص، او دي الحصه الثالثه يعني. بنتكلم عن حاجه اسمها هيدروكربون ديريفاتيفز. يعني ايه هيدروكربون ديريفاتيفز؟ يعني سي و اتش وزود سيمبل. الفيديو اللي احنا فيه ده هندرس الجزء الاخير بتاعنا اللي هو الفينولز اهي، هندرس الفينولز. والجزء الثاني بقى هنخلص الكربوكسيليك اسيد ونخش حته في الجزئيه اللي تحت دي، هنخش حته في الجزئيه دي وهنخلص الكربوكسيليك اسيد. المره الجايه خلصنا الاستر، كل سنه وانت طيب. تقدر ان انت تمتحن ايه، لا قصدي يعني تبدا ان انت تحضر المراجعات، واعمل لك سيستم مراجعات تحفه 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 تحفه. مش عايز احرقه لك وماسك لساني لحد دلوقتي، بس الحصه الجايه هتعرفه ان شاء الله، او قبل الحصه الجايه كمان على الفيسبوك هينزل فيديو فيه التفاصيل بتاعتنا. يلا نبدا. قبل ما نبدا كده، عشان زي ما قلت لك ان جزء الالكول مرتبط بالفينول، هما الاثنين مرتبطين ببعض، فمراجعه سريعه كده على جزء الالكولز. الالكولز كان ليها طريقتين تحضير، يا اما بتجيب الكين وتحط ميه، يا اما بتجيب اي حاجه فيها هالايد وحط لها كي او اتش، الاو اتش تركب هنا بقى الكول. طب الالكولز دول كان عندهم 4 انواع رياكشنات، يا اما للاتش يا اما للاو اتش يا اما للكربينول يا اما الموليكيول على بعضها. بالنسبه للاتش كان عندنا 2 رياكشنز، يا اما الاسيديتي، مش معناها ان هي اسيد، الالكولز نيوترال هي مش اسيدز، بس اسيديتي معناها ان هي بتتصرف زي الاسيد، اللي هي تشيل الاتش وتركب ان ايه. ماشي. طب الاستريفيكيشن اللي هي جايه الحصه الجايه، بس المره دي بس عارفين معلومه ايه هي، اسيد والكول يطلع استر وميه. طب الهيدروكسيل كنا بنعمل ايه؟ كانت عكس البريباريشن. شايف البريباريشن؟ بنعكسها، حط HCl تشيل ال OH تركب ال Cl، عكس البريباريشن دي عكس دي، هما الاثنين عكس بعض. طب بتوع الكربينول، ايه الكربينول دي؟ هي السهايه اللي ماسكه في ال OH. دي كانت تعتبر اهم حته، اللي هي ايه؟ ان انا لو عندي برايمري عملت له اوكسيديشن يقلب الدهايد، اوكسيديشن يقلب اسيد، وطبعا بالريدكشن بيرجع تاني. طب لو انا عندي السكندري عملت له اوكسيديشن بينط على مرحله واحده وهي الكيتون. طب تيرشري ما بيعملش اصلا اوكسيديشن. بعد كده كان عندنا للموليكيول على بعضيها، ودي كلها بال H2SO4 بس الحراره بتختلف. 80 كنت بشيل بس الاتشايه واركب HSO4، فكان اسمها ايه؟ ايثايل هيدروجين سلفيت، ايثايل هيدروجين سلفيت. طب عند ال 140 كنت بعمل ايه؟ كنت بروح اجيب 2 اشيل ميه واحده وبيبقى اسمه ايثر،
وده اشهر ايثر اللي هو الداي ايثايل ايثر او الكومن ايثر. طب اخر رياكشن عندنا عند درجه حراره 180 كان اللي بيحصل بتشيل ميه، بتشيل الاو اتش من هنا واتش من هنا، هوب قلب الكين. تاخد بقى الالكين تحط له ميه، ترجع بقى تعيد القصه دي تاني. كلام جميل، تقول لي تحفه. طب تعالى بقى نبدا في عيله الفينول. عيله الفينول هي عباره عن بنزين رينج راكب فيها او اتش. لو راكب فيها او اتش واحده اسمها فينول. طب لو راكب 2 او اتش اسمها كاتيكول، او بيقولوها كاتشكول. كاتشكول. انت لما تخش ان شاء الله الجامعه، الجامعات كلها الدكاتره اللي فيها يعني في الانجليش مش قد كده. ايه ده في الانجليش مش قد كده؟ انا نسيت اقول لك الحوار ده. انت لما تخش الجامعه ان شاء الله هتتفاجئ ان معظم الدكاتره كان تعليمهم زيك. يعني ايه تعليمهم زيي؟ يعني انت بتبقى متخيل ان دكتور الجامعه اللي انا داخله ده اللي هو بقى محضر ايه دكتوراه وماجستير، يعني بيتكلم انجليزي وهو نايم، هو في الحقيقه لا. هو ممكن يكون نطقه في الانجليش شبهك بالظبط. هو واحد كان زيك بس عارف ان هو يذاكر 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 لحد ما بقى دكتور في الجامعه. يعني هو دكتور عشان هو شاطر جدا جدا جدا، بالرغم من ان هو هتلاقيه خريج مدرسه زيك عادي، مدرسه لغات عاديه او مدرسه تجريبي، مدرسه حكومي اصلا. فهتلاقي ان هم عاديين. فهتلاقي الناس بقى ما بتعرفش تقرا ده قوي، فاللي بيقولوا كاتيكول كاتشيكول بيمشوا الدنيا. وده بايروجالول لما يلزق في 3 او اتش. يبقى او اتش واحده اسمها فينول، 2 اسمها كاتشيكول، 3 اسمها بايروجالول. حلو، انت اللي حلو. طب تعالى نبتدي نتكلم عن الفورمولا بتاعت كل واحد. الفينولز الفورمولا بتاعتهم C6H6O. ايه ده ازاي ده؟ اقول لك، هي مش دي اللي كان اسمها فينايل اللي هي C6H5؟ طب C6H5 زود لها H تبقى C6H6 و O تبقى C6H6O. طب الكاتشكول نفس الكلام C6H6O2. ايه ده؟ تقول لي ازاي بقى؟ ما انت ركبت اتشايه اهي. بس في اتشايه كانت هنا انت قطعتها عشان تركب الاو اتش. اوكي. طب البايروجالول تتوقع ايه السيمبل بتاعه؟ C6H6O3. ايه ده يعني ايه؟ الله، طب ما دي حلوه قوي. C6H6O فينول، C6H6O2 كاتيكول، C6H6O3 بايروجالول. طب الثلاثه دول بيختصروهم في CnHNO. دي بالتحديد دي اللي هي الفينول. CnHN ده البنزين مفيش غيره، اللي هما السي والان زي بعض. ماشي. طبعا ممكن تبقى اسيتيلين بس هو الاشهر بالنسبه لنا احنا البنزين. اوكي. تقول لي هو ازاي اسيتيلين يعني؟ ما هو الاسيتيلين ده اللي هو كان C2H2، فساعتها الCN والHN زي بعض. تقول لي انا مش فاهم. اكتبها قدامك C2H2. لو عاوزت اختصرها CnHN بس كده. بس الاشهر هي بتاعت البنزين رينج CnHN، قصدنا بيها البنزين رينج. و O تبقى فينول. طب لو O2 كاتيكول، O3 بايروجالول. حلو حلو. طب عايز اكد على فكره برضو كنت قلتها في ليسون 6 ايام البنزين، ان لما بيكون عندي مونو سبستيتوانت يعني مركب حاجه واحده بس، فده ملوش ايزومر. ليه؟ ده اسمه فينول. لو جبت الاو اتش هنا فينول، جبت الاو اتش هنا فينول، جبت الاو اتش هنا فينول. اوكي. طب اللي عنده 2 سبستيتوانت، لا استناني بقى، لان ده بيظهر عنده 3 ايزومر. ليه؟ لو انا جبت الاو اتش هنا حركتها لتحت، يعني لو جيت تسمي ده ايوباك هتسميه ايه؟ 1 2 داي هيدروكسي بنزين. 1 2 داي هيدروكسي بنزين. لو جبت الاو اتش تحت 1 3. طب لو جبت الاو اتش هنا 1 4. فعشان كده بيظهر كل مره اسم جديد. هما كانوا كام ايزومر؟ 3. طب بالنسبه للتراي سبستيتوانت مش هيسالك عليها، لان زي ما قلت لك اساسا ساعتها في ليسون 6 او سيشن 6 كنت قلت لك ان الثلاثه هي اصلا مش في المنهج، هو جايب لك دي بصمجه زي ما هي. الداي هي اللي موجوده، فاشهر سؤال بيجي عليها هي عندها كام ايزومر؟ عندها 3. طب لو جينا للمنظر ده، لو سالني المنظر اللي قدامي ده الكول ولا فينول؟ ما هو طالما او اتش يبقى يا الكول يا فينول، مفيش حاجه تانية.
اللي قدامي ده الكول ولا فينول؟ الكول. تقول لي الله مش في بنزين رينج و OH؟ لا، هي لازم ال OH تلزق في البنزين رينج. يعني لازم دي تبقى ماسكه في دي. الله ينور عليك. لكن دي ماسكه في سي، دي مش ماسكه في بنزين رينج. اوكي ماشي، حلوه دي. يبقى انا لو عندي ال OH ماسكه في البنزين رينج اسمها فينول. طب لو بالمنظر ده مش ماسكه دايركت في البنزين رينج يبقى ده الكول عادي. اوكي، تعالى نقرا كده ايه هي الصفات بتاعه الفينول. تعالى نقراها سوا. اول حاجه بيقول لي ان الفينول ده اسمه كربوليك اسيد. قلمك الجميل بروز لي الاسم ده عشان الاسم ده بيتنسي، يعني بص جاي في الامتحان وجاي وان شاء الله مش هتنساه. كربوليك اسيد. كربوليك مش كربوكسيليك. كربوليك وليس كربوكسيليك، لان السنين اللي فاتت كان في بعض المحنكين وانا كاتبها كربوليك. هو كان في اكس بس منسيه. لا هي مش منسيه، هو اسمه كربوليك اسيد. امال مين الكربوكسيليك اللي انت كنت كاتبها دي؟ لا مؤاخذه، ايه كربوكسيليك دي؟ لا دي البارت التاني. اوكي، يبقى الفينول اسمه كربوليك اسيد. كلام جميل، انت اللي جميل. تعال نقرا كده الكلام بتاعه. بيقول ان الفينول is organic compound. شكرا، عارف. with great industrial importance، ليه اهميه كبيره في الصناعات. طب زي ايه؟ اول حاجه بيقول لي ان هي تعتبر الستارتنج ماتيريال، يعني هي الاساس بتاع البريباريشن معظم البرودكتس زي الحاجات دي. واحد، البوليمرز، ودي هندرسها في نهايه البارت. هو مش البوليمرز دي كنا خدناها؟ كان عندنا نوعين من البوليمر، اديشن وكوندنسيشن. الاديشن هي بتاعت الحصه رقم 4 في الاورجانيك. الحمد لله على السلامه. طيب البوليمر بقى الكوندنسيشن دي حصه النهارده. اوكي، والدايز اللي هي الصبغه، ديزنفكتنت اللي هي مطهرات، بيريك اسيد او بيكريك اسيد. البيكريك اسيد ده تاني واحد هتنساه، ده جاي برضو في حصه النهارده. يبقى انا عندي حاجه اسمها كربوليك اسيد وبيكريك اسيد. الاثنين دول مهمين جدا 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 جدا، خصوصا ده هنوصل له كمان شويه. واخر حاجه بيقول لي ان هي بتخش في تحضير حاجه اسمها الساليسيليك اسيد. والساليسيليك اسيد ده اللي بيتعمل منه الاسبرين. الاسبرين اللي انت بتاخده ده بيتعمل من حاجه اسمها ساليسيليك اسيد، وهتعرف الكلام ده كمان شويه. اوكي، يبقى الواد الفينول ده ليه شويه استخدامات. ايه هي؟ بوليمر بالتحديد كوندنسيشن، دايز صبغه، ديزنفكتنت مطهر، بيكريك اسيد معرفوش لسه، ساليسيليك اسيد اللي بيستخدم في صناعه الاسبرين. هتعرفه برضه. ماشي. طب لو جينا بقى على الميثود لتحضير الفينول، الواد ده بيتحضر ازاي؟ كعادة كل حصه طالما مسكنا عيله هنعرف ايه؟ 3 حاجات: preparation، physical property، chemical reaction. العيله خلصت. طب يا ابو الانادير ده الالكولز دول خدوا مننا وقت كبير قوي. ما هو الفينول مش زيهم. هو الفينول ده قد كده اهو، هو البارت ده مفيش غيره اساسا. ماشي، يلا بينا. قال لي عندنا طريقتين للتحضير. اول طريقه من الكولتار. كولتار ايه ده؟ انا حاسس ان انا سمعت الطريقه دي قبل كده. الله ينور عليك. فاكر البنزين؟ فاكر طريقه تحضير البنزين؟ ان احنا كنا بنعمل حاجه اسمها فراكشنال ديستيليشن، يعني بنجيب الكولتار ده اللي هو مليان سوائل، وعند كل درجه حراره بيتبخر واحد. البنزين كان بيتبخر عند درجه حراره من 80 ل 82. ده درجة حرارته عند 180. هي مش مكتوبة في الكتاب بس اديك عرفتها، قرب ال 180. ماشي. فبيقول لي ان الفينول بيتحضر عن طريق عملية الفراكشنال ديستيليشن للكولتار، نفس طريقة البريباريشن بتاعت البنزين. الفرق بس اختلافات درجات الحرارة. ده تقريبا 180. طب هو ليه ده درجة غليانه اعلى من البنزين يعني؟ ما هو البنزين كان عند 80 وده بنزين رينج برضه، اشمعنى ده يعني اعلى؟ ببساطه لانه عليه او اتش، وانا وانت عارفين ان طالما في او اتش يعني هيتكون هيدروجين بوند، والهيدروجين بوند كانت بترفع البويلينج بوينت. ماشي، حلو ده. طب الطريقه الثانيه هي الهيدروليسيس لهالوجينيتد اروماتيك في الكالاين ميديا. عارف دي ليه ايه؟ نفس طريقه بريباريشن الالكول. بص معايا كده.
رحت جبت اي بنزين رينج عليها اي هالوجين، قمت حاطط بيز، ايه اللي هيحصل؟ تتوقع ايه اللي هيحصل؟ ايه متوقع ايه؟ المره اللي فاتت كانت بتبقى كي او اتش، فالسي ال تاخد الكي والاو اتش تركب، هي سي ال وان اي او اتش، الاو اتش هتاخد مكان السي ال اهي، تبقى بنزين رينج عليها او اتش، والسي ال تاخد الان اي يطلعوا بره. ما قلتش حاجه جديده حتى الان. شفت بقى انا ليه ما شرحتش دي مع حصه المره اللي فاتت؟ لان دلوقتي وانا مذاكر الالكولز وعارف الفكره مش هحس بحاجه غريبه. بس انا لو خدت الالكول في الفينول في نفس الحصه، انا مش مذاكر لسه الطريقه دي، فانت بتقولي زيها ما انا مش فاكرها اصلا. فيلا نعيد تاني. يبقى الفينول ليه كام طريقه تحضير؟ 2، يا اما من الكول تار عن طريق الفراكشنال ديستيليشن، يعني ابخره عند درجه حراره 180 تير. الطريقه الثانيه وهي الهيدروليسيس في الكالاين ميديوم، يعني جيب مثلا كلوروبنزين او اي هالوجينيتد بنزين عليه هالوجين واحط عليه بيز، ايه اللي هيحصل؟ السي اللايه هتاخد ال Na تبقى NaCl والاو اتش تركب مكانها، شكرا. بس هنا لازم كونديشن مشهور، ايه هو؟ 300 atmospheric pressure و 300 temperature، فدي الرياكشن بيسموها ايه؟ 300. فالرياكشن دي مشهوره قوي. عايز تعمل بريباريشن للفينول، رياكشن ال 300. ايه 300 دي؟ هات اي بنزين رينج عليها اي هالوجين، حط عليها صوديوم هيدروكسيد او اي بيز في 300 اتموسفيريك بريشر، 300 درجه حراره، هوب قلب الفينول. بس شكرا، البريباريشن خلص، تقدر ان انت تروح. فيها حاجه صعبه؟ تقول لي سهل قوي. طب تعالى نلعب لعبه سوا. بيقول لي اكتب لي من خلال ايكويشنز ازاي تجيب الفينول من الصوديوم بنزويت. ممكن انت توقف الفيديو شويه، الحته دي تعتبر مراجعه من ليسون 6 لحد هنا. ازاي من الصوديوم بنزويت اقدر انزل للفينول او اقدر اوصل للفينول؟ ها عملتها؟ طب يلا نعملها سوا. اول حاجه قال لي ابدا من الصوديوم بنزويت اللي هو ده، ادي صوديوم وده شكل البنزويت، اوكي. اعمل له دراي ديستيليشن يقلب بنزين رينج، حلو. طب انا عايز اخليه فينول، يعني انا عايز ادخل هالوجين واشقلب بعد كده الهالوجين، برافو عليك. طب ازاي اركب هالوجين على البنزين رينج؟ كان عندي طريقتين، يا بالاديشن يا بالسبستيتيوشن. لا انا عايزه سبستيتيوشن. طب كنت بعمل ايه؟ كنت بحط الترا فايلوت وكاتاليست، ايرن ترايت كلورايد او ايرن 3 كلورايد، هوب دخلت السي اللايه. طب بعد ما دخلت السي اللايه اعمل ايه؟ حط بقى NaOH 300 لو 300 اتموسفيريك بريشر، 300 درجه حراره، هوب شكرا قلب معايا الفينول. لو انت حلل دي صح تعرف ان انت راجل ملتزم ومية مية والدنيا بالنسبه لك زي الفل. طب حلتها غلط، راجل مش محترم ومحتاج ان انت تعيد مذاكرتك تاني ونسترجل شويه. ماشي. طيب بعد كده بيقول لي رتب لي الاحداث دي، ازاي تجيب الفينول من الكالسيوم كاربايد. الكالسيوم كاربايد ده في المنهج عشان تبدا من عنده مفيش غير طريقه واحده، ايه هي؟ حط ميه. فاول خطوه انا هعملها ان انا احط ميه، ماشي. هيطلع لي الاسيتيلين اللي هو C2H2. كنت بعمله حاجه اسمها تراي بوليمرايزيشن عشان يقلب بنزين رينج، او السايكليك بوليمرايزيشن، اي بوليمرايزيشن عامه يعني، المهم يقلب بنزين رينج. طب البنزين رينج اعمله بعد كده هالوجينيشن برضه في وجود الايرن تراي كلورايد واندايركت سان لايت علشان يطلع لي الكلوروبنزين، وبعد كده تعمل له ايه بقى؟ تعمل له البيز هيدروليسيس. فيها حاجه صعبه كده؟ تقول لي تمام. يبقى ترتيب الاحداث 1 2 3 4. والسؤال ده جاي في الفاينل، مش قصدي ده يعني، قصدي الفكره، فكره ازاي تجيب ده من ده. يا تيجي مقالي يا تيجي ترتيب ستيبس، تبقى حاطط لك 4 اختيارات ويقعد بقى يغير لك في الاختيارات دي. ماشي. فانا لازم اكون حافظ الايكويشنز عشان ابتدي ان انا اشغل دماغي. هم طبعا موجودين في الكتاب، بس انت عقبال ما تطلع كل دول من الكتاب 5 دقايق راحوا، شكرا. احنا كده بنخرف ليه؟
انا مش قصدي على الخمس دقايق اللي هيروحوا منك في التفكير، لا، هو انت هيضيع منك 5 دقايق تفكير و5 دقايق بتفر في الكتاب او في كتاب المفاهيم. انت لازم تتعامل في الامتحان اكن مفيش كتاب مفاهيم اصلا. مش معايا اساسا. الحاجه الوحيده اللي مسموح لك تبص فيها في كتاب المفاهيم هي اليوزز بتاعت تشابتر 1 اللي في اول حصه، لان اليوزز دي مهما قعدت تحفظ فيها بتتنسي. فدي المجهود اللي انت هتضيعه في حفظها اكتر بكتير من انك تفتح فيها الكتاب، فدي مسموح لك تفتح فيها الكتاب. ماشي، وايه تاني؟ الجزء بتاع الانديكيتورز اللي كان موجود في تشابتر 2 الالوان بتاعتهم، المفروض كتاب المفاهيم ما يتفتحش غير في الاثنين دول. اي حاجه تانية ما تفتحش كتاب المفاهيم. ممكن برضو اسامحك في كتاب المفاهيم لو انت بتفتح تبص على اليوزز اللي هي زي دي. لو حاجه مش متاكد منها ماشي، ممكن تبص على اليوزز برضو، لان الحته بتاعت اليوزز دي كتيره قوي في المنهج وممكن تتنسي. فاليوزز هي الحاجه الوحيده اللي مسموح ان انا افر فيها في الكتاب. الايكويشنز غير مسموح. الايكويشنز دي لازم تكون محفوره في دماغي عشان ابقى شغال قطر 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 قطر، لان انت لازم تعمل حسابك في نص ساعه ضايعه تظليل بابل شيت. نص ساعه ضايعه تظليل، يبقى انا بمتحن الكيمستري في قد ايه؟ 2.5 ساعة. حلو. المفروض ان كل الاسئله النظري في المنهج تخلص معايا في 2 ساعة، والنص ساعه اللي فاضله دي النص ساعه بتاعت المسائل، سواء تشابتر 2 تشابتر 3 تشابتر 4، الثلاثه مليانين مسائل، فدول هيكونوا النص ساعه بتاعتهم. وعلمك برضو انت لما تيجي تحل امتحانات عامه سواء في البيت او في الامتحان، ابدا بايه واسيب ايه. اوكي، يبقى انا لازم ان انا اكون حافظ النظري. ليه؟ انا معايا نص ساعه بابل شيت ضاعت، نص ساعة مسائل ضاعت، ودي هتبقى النص ساعة الأخيرة، لأن المسائل ما ينفعش تبدأ بيها. المسائل هتحسسك إن أنا بضيع وقت، والمسألة مش هتتجاب بالنظر. يعني أنا بقول لك برضو من دلوقتي إن أنت مسألة مش هتخش عليها بنظرك أنا حليتها، ده في المشمش ده، لأن هما ما بيتجابوش غير في المسائل. طبعا إحنا منزلين الفيديو بتاع تشابتر 2 مسائله، الفيديو ده حتى في الفاينل ريفيجن هتتفرج عليه تاني، لان ده اللي فيه كل تريكات مسائل المنهج اصلا. اوكي، طيب نيجي للحاجه الثالثه، ان انا معايا الاسئله النظري اللي زي ده ملهاش في الامتحان غير 2 ساعة، سواء بقى ايكويشنز الايرن، توزيعات الجزء اللي في اول الايرن، الجزء بتاع الديتكشنز بتاع تشابتر 2، مسائل مش مسائل بقى، جزء تشابتر 3 اللي هو الناحيه اللي تزود فيها الرياكشن تروح عكسها، جزء الباتريز بتاع تشابتر 4 مين انود مين كاثود، كل رياكشنات الاورجانيك معايا 2 ساعة في دول. تقولي وانا هلحق؟ بعد الفاينل ريفيجن هتلاقي ان انت لاحق على كل ده. لا تقلق، لا تقلق، نثبت بس المعلومه ونهتم بيها نذاكرها، هتلاقي ان الموضوع بقى اسهل. ماشي، نيجي بقى للفيزيكال بروبرتيز بتاعه الفينول. المفروض ان دي رقم 2 طبعا، لان الكيميكال رياكشن رقم 3 وخلصوا. احنا خلصنا البريباريشن، هنخش في الجزء الثاني بتاع الفيزيكال بروبرتي للفينول. تعال نقرا كده الحته دي سوا. بيقول لي بالنسبه للفيزيكال ستيت فالفينولز دي بتكون سوليدز. الفينولز دي مش ليكويد، انت ممكن تكون متخيلها زيها زي البنزين ليكويد، لا هي في الحقيقه سوليد. طب تاني حاجه، الاودر، الريحه، ليها ريحه مميزه، انت ما شمتهاش بس هي ريحه مميزه. ماشي. طب تالت حاجه، الميلتنج بوينت بيسيح عند درجه حراره 43، بيبقى ليكويد عند ال 43. طب السوليبيليتي ان ووتر، بيدوب بالعافيه في الميه، بس ممكن نقول بيدوب عشان هو بيكون عنده ال OH. يعني هو كده كده كل الحلقات البنزين، اي حاجه فيها شكل البنزين ده ما بتحبش الميه، بس ده الى حد ما بيدوب سنه بس بسيطه، لان هو فيه OH فبيعمل هيدروجين بوند مع الميه فبيدوب سنه بسيطه. وطبعا ان الذوبان بتاعه بيزيد كل ما درجه الحراره بتزيد، ده اي حاجه في الدنيا كده، كل ما تزود الحراره الذوبان بيزيد. طب تعالى لاخر نقطه كده، بيقول لي عند درجه حراره 65 it becomes completely miscible with water. يعني ايه completely miscible؟ كلمه miscible دي معناها بيدوب، التانية كان اسمها immiscible اللي هي insoluble.
بس دي اسمها ايه؟ ميسابل، يعني بيدوب عند درجه حراره 65، بيكون داب كليا في الميه وما عندوش اي مشكله. شويه فيزيكال بروبرتي كده للاطلاع والفرجه، شكلهم لطيف يعني. نيجي بقى للكيميكال بروبرتي والكيميكال رياكشنز عشان نقفل جزء الفينول. انت يا عم الفينول، انت عندك كام رياكشن؟ انا عندي 4. الاولى الاسيديتي بتاعت الفينول هي بتاعت الالكول بالظبط، ماشي. طب تاني حاجه الرياكشن مع الهالوجينيتد اسيد هي بتاعت الالكول بالظبط. النيتريشن انت عارف احسن مني، هحط NO2 وانت كنت واخد عليها 2، سواء التراي نيتروتولوين او التراي نيتروجليسرين. واخر واحده واللي هي جديده اللي هي بتاعت الفورمالدهايد، ودي اللي فيها جزء البوليمرايزيشن بالكوندنسيشن. خلصت الاربعه خلصوا. طب ممكن اقول لك حاجه؟ شايف اول 3 دول ما ياخدوش على بعض 10 دقايق. 10 دقايق ال3 دول خلصوا. دي لان هي جديده هتاخد مننا لوحدها 10 دقايق ويبقى شكرا خلصت. طب يلا نبدا. تعال نبدا بالاسيديتي بتاعه الفينول. ممكن افكرك باسيديتي الالكول واربط بيها الفينول عشان يبقى الاثنين قصاد عيني، تمام؟ كانت ايه الاسيديتي دي؟ مش معناها ان انت اسيد، معناها بتصرف زي الاسيد. كنت بجيبها واحط عليها اي ميتال، كان اللي بيحصل الاتش دي تطلع بره ويجي الN ايه يركب بدلها. طب فاكر الاو لما بتكون في النص كنت بسميها ايه؟ صوديوم ميثوكسايد. ميث اللي هي ميثين يعني، سيهايه واحده. صوديوم ميثوكسايد. كلام جميل كلام جميل. طب لو فينول، سبحان الله نفس الرياكشن. ادي الفينول اهو وادي الصوديوم، تتوقع ايه اللي يحصل؟ الاتشاري احلى مسا بره، يجي الN ايه يركب مكانه، بس خلصت. طب ده بقى بتسموه ايه؟ ده ليه اسمين. اسم انت ممكن تجيبه بالفهلوه، صوديوم فينوكسايد. مش دي كانت ميثوكسايد، يبقى ده ايه؟ فينوكسايد، صح. وليها اسم تاني مش مشهور، بس لو جالك لازم تبقى عينك عليه، وبما انه مشهور فده يعتبر الاهم. سوري، بما انه مش مشهور فده الاهم. صوديوم فينوكسايد تعرف تستنتجه بالحب كده، لكن صوديوم فينيت، ايه فينيت ده؟ ما عداش على ايه فينيت ده؟ دي اللي هي صوديوم فينوكسايد. تقول لي ماشي، ادي اول رياكشن خلصت. ايه ده خلصت؟ ايه ده هم مش 4؟ ادي اول واحده. تعالى التاني، قول لي ايه اللي انت عامله ده. هتلاقي عندك في الكتاب في صفحه كده عند رياكشن رقم 2. الصفحه دي مليانه رغي كتير قوي، هنقراه سوا عشان لو انت بتخاف او بتتوتر انك تقرا لوحدك. بس انا عايزك تفهم من اللي انا هعمله هنا ده ايه اللي انت عامله ده اساسا. بص يا حبيب قلبي، البنزين رينج دي مالها؟ لما بتمسك في الاو اتش، حلو، يعني الفينول ده عايزك دايما تتخيله بالمنظر ده. ايه المنظر ده؟ البنزين رينج دي بتكون شاده الاو قوي عليها، شاده الاو ناحيتها بزياده قوي، فبتخلي البوند دي صغننه جدا 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 جدا. فالبوند دي شبه صعب جدا انها تتكسر. ليه؟ عايزك تتخيلها بمثال عملي. رحت جبت لك حته خشبه طويله قد كده، قلت لك ممكن تقسمها لي بايدك كده، تقولي سهله قوي دي خشبه طويله اهي، تشيك اتكسرت. طب قصرت لك الخشبه شويه، قلت لك ممكن تكسرها لي، هتعملها تشيك، هتكسرها بس اصعب شويه. طب لو خليت لك الخشبه قد كده، قلت لك تعرف تكسرها، هتعمل تشيك، مش هتتكسر لان هي صغيره قوي. فانا عايزك تربط دايما الفكره دي، ان البوند دي عشان صغنونه خالص 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 خالص، صعبه تتكسر، شبه مستحيل تكسرها. لكن البوند الطويله دي اتكسرت، بس كده، دي تتكسر بمنتهى السهوله. طيب ممكن بقى اقول لك حته فنيه؟ قول. الاتش دي هتخرج لوحدها عشان البوند دي طويله، فالاتش دي سهل ان هي تخرج لوحدها. ولو فاكر من تشابتر 3، طالما عندي اتش لوحدها اللي هي الاتش البوزيتيف دي قاعده لوحدها، ده دايما كان بيكون اسيد. لما كنا بنقول ايه؟ ان لو لقيت او اتش في الميه ده بيز، اتش في الميه ده اسيد، فانت هتلاقي ان في اتش لوحدها، فعشان كده راحوا سموه كربوليك اسيد.
ايه ده؟ يعني الفينول ده اسيد؟ اه. طب والالكول كان اسيد برضو؟ لا، الالكول نيوترال. لكن الفينول ده اسيد بجد، اسيد بحقه حقيقي، اللي هو بي اتش تحت السبعة. اه اسيد ضعيف بس اسيد. ماشي. يبقى تاني انا عندي البنزين رينج اهي. اوكي. بتشد الاوهاي عليها قوي قوي قوي. ماشي. من كتر ما هي عماله تشد الاو، ايه ما بتشدش الاتش، بتشد الاو بس. فالاتش بقت بعيده عنها. البوند دي قصيره والبوند دي طويله، فمين الاسهل يتكسر؟ البوند الطويله. فمين اللي يخرج؟ اتش. وطالما خارجه اتش لوحدها يبقى انت حمد لله على السلامه، انت كده اسد. اوكي، كلام لطيف. طب انا بصراحه برضو مش مصدقك، يعني انا بشتري سمك في ميه، يعني انت قلت لي ده اسد ده بيز، وحد هيدور ورانا؟ تعال نثبت لك. هو المنهج ما سبكش لدماغك، هو اثبت لك. ازاي؟ لما تيجي تحط الصوديوم هيدروكسيد البيز مره على الكول ومره على فينول، مش ده اسيد؟ اه، هيعملوا رياكشن سوا. بص سوا كده ايه اللي هيحصل. الاتش دي هتطلع، مين يدخل بدلها؟ الصوديوم. طب لما الاتش تطلع هتاخد الاو اتش، اتش و او اتش ووتر. ايه ده؟ ما فهمتش حاجه. تاني، انا عندي اسيد، الفينول ده اسيد، ده مش بيتصرف كانه اسيد، هو اسيد بي اتش تحت السبعة. فانت اسيد حطيت عليك بيز، الاو اتش هتاخد الاتش دي ويطلعوا كووتر، ويبقى مين؟ ال Na تركب هنا، اللي هو كان اسمه صوديوم فينوكسيد او صوديوم فينيت. وانت متاكد ان دي فعلا رياكشن ما بين اسيد وبيز، لان اسيد وبيز سولت ووتر. لكن انت عشان نيوترال اصلا لما بنحط عليك NaOH شكرا انا بدي نو رياكشن، مفيش اي حاجه. يبقى الصوديوم هيدروكسيد بيشتغل مع الفينول بس ما يشتغلش مع الالكول. طبعا انا هجمع لك في الاخر مين بيشتغل مع مين، مين ما بيشتغلش مع مين، بس انا عايز اثبت الفكره دي في دماغك. يبقى معلش انا عايز اعمل مراجعه سريعه على الجزء ده. قول لي، انا دلوقتي عندي الفينول، ماله الفينول؟ البنزين رينج شده الاو جامد قوي فسايبه الاتش بعيد. حلو. فمين البوند الاطول؟ انت. يبقى انت سهل تتكسر، يخرج اتشايه لوحدها، وطالما اتش لوحدها يبقى اسمه اسيد. سميناه ايه؟ كربوليك اسيد. ماشي. طب انا عايز اتاكد ان انت اسيد فعلا. هنتاكد بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا هحط على الاتنين بيز زي الصوديوم هيدروكسيد، لان انت اسيد وانا بيز، نكمل الرياكشن سوا. الصوديوم يمسك مكان الاتش ويطلع ميه، سولت ووتر، يبقى انا فعلا اسيد وبيز. طب في حاله الالكول انا نيوترال، بدي نو رياكشن مع نفسيكم. اوكي. طب في طريقه تانية، عايز بس اكد على حاجه. انا اسيد بجد، انا مش بتصرف كاني اسيد، انا فعلا اسيد، البي اتش تحت السبعة. لكن الالكولز بسبعة، انا نيوترال. اوكي. طب الرياكشن التانية، لو انا حطيته مع هالوجينيتد اسيد، يعني انا المره دي هحط معاه اسيد. طب ما تيجي افكرك كده، لو انا كنت جبت هالوجينيتد اسيد مع الالكول كان ايه اللي بيحصل؟ السي ال تركب مكان الاو اتش اهي. لما كنا قاعدين بنلعبها سوا اقول لك ان دي هي عكس ان انت تحط كي او اتش، هما الاثنين عكس بعض. حطيت اتش سي ال، السي ال تركب مكان الاو اتش. طب حطيت كي او اتش، الاو اتش هتركب مكان السي ال، ونفضل قاعدين نلعب في اللعبه دي. بس لو جيب بقى تحطه مع الفينول، انا اسيد وانت اسيد، اسيد على اسيد، نو رياكشن. الله بقى، هو امتى بيعمل رياكشن وامتى بيدي نو رياكشن؟ تعال انا اقول لك امتى بيعمل رياكشن وامتى نو رياكشن. قبل ما نقرا الكلام ده كله، تعال بس الحته دي اثبتها لك، بعد كده نرجع نقرا تلاقي ان الدنيا حلوه. احنا واخدين كام رياكشن حتى الان؟ احنا واخدين 3 رياكشن. ممكن نمشيهم واحده واحده. يلا بينا واحده واحده. POC اللي هي بوينت اوف كومباريزون، ده مش اختصار حاجه، لان كان في ناس هبله قبل كده بتقول هو مين البوليمر ده؟ ده بيهبط بقى اي 3 حروف مسميهم بوليمر.
دي بوينت اوف كومباريزون، النقطه اللي هنقارن من خلالها. ماشي، ادي الفضايح. الالكول والفينول، تعال نمسك واحد واحد ونشوف مين بيعمل رياكشن ومين لا. دي تخلص لك كل الاسئله اللي موجوده على الجزء ده. لو انا حطيت صوديوم Na، ال Na هيشتغل مع الاثنين، الصوديوم هيشتغل مع الاثنين. في الحالتين الصوديوم هيطرد ال H يركب مكانه، الصوديوم يطرد ال H يركب مكانه. حلو. طب لو انا حطيت صوديوم هيدروكسيد بقى بيز، في حالة الالكول نو رياكشن، انا ما بعملش حاجة. طبعا وش احمر يعني ده يدل على ان هي غلط، اللي هو انا مش هدي رياكشن. بس مع الفينول انا بعمل رياكشن. ليه؟ لان انا اسيد وانت بيز، اسيد وبيز هنعمل رياكشن. طب في حالة ان انا حطيت اسيد زي ال HCl HBr، اي اسيد عامة، في حالة الالكول بيحصل رياكشن، كانت ال OH بتترمي يركب بدلها ال Cl. ماشي. طب هنا لا، هنا انا نو رياكشن. طب ممكن يجي في بالك تقول لي معلش، طب انا اسف، انا عندي سؤال. اسال. هو ازاي هنا حصل رياكشن وده نيوترال؟ انا عارف ان انت هتموت وتسال السؤال ده لان هو اتسال لي كتير. هو احنا مش قلنا ان ده نيوترال فما رضيش يشتغل مع البيز؟ صح. مش ده نيوترال المفروض ما يشتغلش مع الاسيد؟ تعال انا اقول لك ايه اللي حصل. هو ما طلعش الاتش لوحدها. عارف لو طلع هنا الاتش لوحدها كنا قلنا ان انت بيز، بس هو ما طلعهاش لوحدها. امال هو عمل ايه؟ هو طلع الاو اتش سوا. ايه ده يعني؟ احنا الرياكشن دي اهي، بص لما كنت كاتبها لك اهي، بص الرياكشن هنا ايه اللي حصل اهي. دي جبت الالكول حطيته مع اسيد، ايه اللي حصل؟ الاو اتش كلها على بعض طلعت. هو ما طلعش الاتش وساب الاو، هو طلع الاو اتش سوا ركب بدلهم السي ال. لكن امتى كنت اقول بقى ان هو اسيد او بيز؟ لو رضي يطلع لي الاتش لوحدها، لكن هو ما طلعش اتش لوحدها، هو طلع الاثنين سوا. بالمناسبه اللي انا بقوله لك ده مش في الكتاب، ده عشان انت بس هتموت وتسال هو مش ده نيوترال ليه ما اشتغلش مع بيز واشتغل مع اسيد؟ لان هو ما طلعش الاتش لوحدها، هو طلع الاثنين دول سوا وده ركب بداله. مش واصله لي قوي بس ماشي، لا هي واصله لك بس انت مش عايز تقتنع. اوكي. طيب يبقى نقول تاني كده الحته دي قبل ما نقرا الكلام اللي في الكتاب. رياكشناتهم مع الصوديوم، صوديوم هيدروكسيد اسيد. في حاله الصوديوم ايه اللي بيحصل؟ الالكول والفينول احنا بنشتغل، لو حطينا اي ميتال لوحده احنا الاثنين شغالين. طبعا افضل ان انت تكتب الحته دي. طب لو حطينا صوديوم هيدروكسيد، الالكول يقول لي سوري اي دونت ورك، بس الفينول يقول لي اي ورك. الفينول يرضى يشتغل عشان اسيد وبيز. حلو. طب لو حطيت على الاثنين اسيد، الالكول يقول لي يلا بينا نشتغل، انا هرمي الاو اتش اركب السي ال. الفينول يقول لي ده هناك انا ما بشتغلش اسيد على اسيد، ما نشتغلش. فيها حاجه صعبه؟ طبعا الوشوش الخضراء معناها ان هي شغاله، الوشوش الحمراء معناها ان هي مش شغاله. طيب تعالى بقى نقرا الكلام ده عشان تحس ان خلاص انا فاهمه قشطه. يلا نقرا. طبعا مش هيبان من هنا، هو انت هتبص في الكتاب عشان تقرا. اول رياكشن بيقول لي الاسيديتي بتاعت الفينول. يلا بينا. الفينول ريسمبل الالكول، ريسمبل يعني مثل، ان containing البولار هيدروكسي جروب اللي هي الاو اتش. بيقول لي ان احنا هما الاثنين عندهم او اتش زي بعض. اوكي. البولاريتي الاو اتش عليها نيجاتيف والهيدروجين المفروض عليها بوزيتيف. طب هو ايه النيجاتيف والبوزيتيف ده؟ عشان مش فاهم. دي حته من تانية ثانوي، ان الاعلى الكترونيجاتيفيتي بنحط عليه نيجاتيف، والاتش المفروض عليها بوزيتيف. هي مش مكتوبه، ممكن انت تزودها لان هي الاقل في الالكترونيجاتيفيتي بس مش هتتسال فيها. بيقول لي bond of this group provide acidic character to both phenol and alcohol. بيخلي ان هم عندهم شكل الاسيديتي، مش هم الاثنين اسيدز، هم بيتصرفوا كانهم اسيد اللي هو احنا هنرمي الاتش. هو انت مش لسه قايل لي ان هو نيوترال يا حبيب قلبي؟ انا بقول لك الاسيديتي، كنت قلتها لك المره اللي فاتت في الالكول. هو اسيديتي معناها ان انا بتصرف كاني اسيد، بخرج اتش، لكن انا شخصيا انا مش اسيد. انا الفينول اسيد، الالكول نيوترال. ماشي. وجايب لي الاثنين رياكشن، الفينول والايثانول.
هما الاثنين مع الصوديوم هما الاثنين بيشتغلوا عادي. حلو. طيب تعالى نقرا كده. بيقول لي despite being a weak acid الفينول is still more acidic than الالكول. بالرغم من ان هو اسيد ضعيف بس هو لسه اسيد عن الالكول. طب ليه؟ because البنزين رينج in phenol increases the bond between ال O وال H. علشان البوند البنزين رينج بتشد ال O فبتخلي البوند بين ال O وال H طويلة. هي الجملة اللي كانت مكتوبة دي. بوند لينس او الفينول تعال نقراها من الاول. because benzene ring in phenol increases the bond OH bond length. عشان البنزين رينج بتاعت الفينول بتزود طول البوند بين ال O وال H and weaken it more وبتضعفها. therefore the separation of hydrogen ion become easier. فلما خلت البوند طويلة بقت ضعيفة سهل ان انا اطلع منها ال H. That is why phenol is known as carbolic acid. بروزها عشان كده الفينول بيطلع H فده ساعتها ان هو acid. طب تعالى نقرا كده الكلام ده. بقولك ان ال pH value differ في الاكويس solution بتاع الفينول بيكون اقل من السبعة. هو يا 5 يا 6 يعني اسيد ضعيف بس اسيد. طب نكمل قرايه. higher acidity of phenol compared with alcohol يعني الفينول more acid عن الالكول is evidenced by the ability of phenol to react with strong alkalines such as sodium hydroxide. بيقول لي علشان الاسيديتي بتاعت الفينول اعلى من الالكول ده دليل ان هو يقدر يعمل الفينول رياكشن مع السترونج الكالايز زي الصوديوم هيدروكسيد. عشان الفينول اسيد يشتغل مع الصوديوم هيدروكسيد البيز او بيسموها كاستيك صودا. صودا يعني فيها صوديوم، كاستيك اللي هي ال OH، فكاستيك صودا يعني NaOH اللي هو الصوديوم هيدروكسيد. الالكولز cannot participate in this kind of reaction. الالكول ما يقدرش يعمل نفس الرياكشن دي اللي هي مع الصوديوم هيدروكسيد اللي هي الحته دي. الفينول يشتغل مع الصوديوم هيدروكسيد لكن الالكول ما يشتغلش مع الصوديوم هيدروكسيد لان انا اسيد وانت بيز، انا نيوترال وانت بيز. كلام جميل. السؤال ده اشطبه. السؤال ده تبع الجزء الملغي بتاع تشابتر 3. يعني الحته دي اساسا داخله فيها تشابتر 3 فدي ملغيه. طيب نيجي تاني واحدة اللي هو الفينول مع الهالوجينيتد اسيدز. تعال نقراها. خلاص احنا شرحنا، احنا بنقرا بس. بيقول لي ان الفينول unlike الالكول، الفينول والالكول مش زي بعض. doesn't react with halogenated acid زي الهيدروكلوريك اسيد. طب ليه؟ because the attachment of hydroxyl group في البنزين رينج lead to shorten CO bond. واحدة واحدة. هو بيقول لي شايف الرياكشن دي؟ ليه دي ما تمتش زي دي؟ يعني ليه انا ما شلتش ال OH ركبت ال Cl زي ما عملنا هنا؟ يعني ليه ما شلتش ال OH وركبت ال Cl؟ ببساطة لان البوند اللي ما بين ال C وال O اللي هي البوند دي قصيرة جدا فمستحيل تتكسر. يبقى تاني واحدة واحدة. ليه هنا الفينول اشتغل مع ال OH وما اشتغلش مع الالكول؟ الفينول اشتغل مع ال OH لسبب او الصوديوم هيدروكسيد لسبب. انا اسيد وانت بيز اشتغلنا سوا، انت نيوترال وانا بيز ما نشتغلش سوا. طب ليه بقى هنا ادوا نو رياكشن؟ لسببين. السبب الاولاني اسيد واسيد مش هنشتغل. طب السبب التاني لان البوند دي كانت قصيره قوي فانت مش هتعرف تطرد ال OH وتركب بدلها ال Cl. ماشي. لكن هنا لا، انا اعرف اطرد ال OH واركب بدلها ال Cl. فده الكلام اللي مكتوب عندي اهو. بيقول لي ان الفينول والالكول مش زي بعض. doesn't react مع الهالوجينيتد اسيد زي ال HCl. طب ليه؟ because the attachment of hydroxyl group to benzene ring lead to shorten البوند ما بين ال C وال O. يعني بيقول لي البوند دي اللي هي ما بين ال C وال O قصيره قوي. طبعا الرسومات دي مش عليك بس انا بوريك بس.
البوند اللي ما بين السي والاو قصيره جدا. بص الاو والاتش طويله فكانت الاتش بتطلع، لكن الاو والسي قصيره قوي صعب ان هي تطلع. بين الكربون اتوم في البنزين رينج والاكسجين اللي موجوده في الهيدروكسيل جروب، عشان كده قوتها بتزيد. That's why الهيدروكسيل جروب cannot be removed from الفينول. طيب انت ممكن تعلم هنا على ايه؟ تعلم هنا على من اول جمله الهيدروكسيل جروب دي كده، هيدروكسيل جروب to benzene ring lead to shorten the bond ring between الكربون والبنزين. يعني علم من اول هيدروكسيل جروب لحد البنزين ان البوند دي قصيره جدا لدرجه ان هي ما تتكسرش. ماشي. وكاتب لك تحت بقى التو رياكشنز كان بيحصل فيهم ايه اللي هم دول. اوكي. وطبعا دي خلصناها. تعالى بقى للرياكشن رقم 3 اللي هي عملية النيتريشن. يعني نيتريشن يعني هنحط نيترو. هو مين النيترو ده؟ طبعا هيجي واحد دماغه قد السمسمة يكتبها لي NO2. سمسمة. ليه سمسمة؟ اتفقنا لو عايز ادخل NO2 لازم احط النيتريك اسيد HNO3 في وجود كونك سلفيوريك H2SO4. وكنت قلت لك في الكلاس شيت تاخد بالك من حتتين. في فرق بين انه يقول لي HNO3 بس و3HNO3. تقول لي ايه دي؟ مش فاكرها. ده معناه ان انت ما بتتفرجش، بس افكرك بيها. لو قال لي HNO3 بس ال OH كانت بتوجه يا اورثو يا بارا، فانت هتدخل NO2 واحده، فهي تبقى يا هنا يا هنا. ساعتها يبقى اسمك مثلا اورثو فينول مثلا. فاهم ازاي؟ لكن طالما حطيت 3 دي بتاعت التراي نايترو، احنا كده هنحط 3 NO3 عشان ال OH. افكرك برضو بالحته دي، كان اي حد عنده O بيوجه بيتا ما عدا ال OH اللي بتوجه بس الاورثو وبارا. فهتعمل ايه؟ هتدخلهم في شكل الاورثو والبارا. يعني انا مش عارف انت بتشاركني نفس الاحساس ده ولا لا، بس انا كل ما اشوف المنظر ده افتكر الكلب اللي هو بتاع يلا حضن، يلا بينا، يلا حضن. بص عامل زيه ده الكلب اهو فارد دراعاته وده ديله بيقول له يلا حضن. اي مش عارف. ماشي ما علينا. وتركب ال3 NO2 بالمنظر ده. فيها حاجه صعبه؟ فيها حاجه مش مفهومه؟ طيب لو انا عايز اسمي الراجل ده اسميه ايه؟ طبعا دي هسميها فينول عشان عندي واحده من الثلاث كينجات اللي هي ال OH فاسمه فينول. فهتاخد رقم 1 يبقى دي 2 4 6 تراي نيترو فينول. 2 4 6 تراي نيترو فينول. طب ممكن افكرك بحاجه؟ لما كان اسمه تراي نيترو تولوين كتبناها TNT. ماشي. لما كان اسمه تراي نيترو جليسرين كتبناها TNG. تتوقع الثلاث حروف بتاع ده ايه؟ TNP. برافو عليك. اسمه بيكريك اسيد. الهزار البايغ ده انت ما كنتش هتفتكر الحركه دي غير بدي. الحركه دي صعبانيه جدا 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 جدا. ليه؟ اقول لك التراي نيترو فينول تقول لي عارفه؟ اعرف ده انا حافظه صم 3 نيترو عليهم فينول. طب البيكريك اسيد ده عارفه؟ ايه البيكريك اسيد ده؟ فاحنا النهارده حتى الان عندنا 2 اسيدز اوعى تنساهم. مين هم؟ الكربوكسيليك اسيد. كربوكسيليك ايه؟ الكربوليك اسيد. فاكر مين الكربوليك اسيد؟ لا بصراحه مش فاكر. مين الكربوليك اسيد ده؟ الفينول يا دكتور، ده اسمه كربوليك اسيد. طب عندنا بيكريك اسيد. مين البيكريك اسيد؟ التراي نيتروفينول. ماشي حلوه دي. اوكي. طب بعد ما خلصنا عمليه النيتريشن تعال نقراها. بالنسبه للكلام ده فده الكلام اللي هو بتاع الرياكشن خلصان. تعال بقى للامبورتنس بتاعت البيكريك اسيد. البيكريك اسيد ده مهم في ايه؟ اول حاجه هو بيستخدم كاكسبلوسيف ماتيريال. عرفت ازاي؟ تصدق عيب عليك، ما هو طالما تراي نايترو هم كلهم نفس الفكره. تراي نايترو تولوين، تراي نايترو جليسرين، تراي نايترو فينول، الثلاثه متفجرات. ماشي. طب تاني حاجه used as antiseptic in treatment of skin burns. تعال اقول لك الحته دي. ان شاء الله لما انت تطلع النتيجه وبابا يجي يولع فيك او ماما تولع فيك او اي حد من قرايبك يولع فيك بعد النتيجه، مش هقول ان شاء الله يعني تقول لي انت هتلحد ولا ايه، لا ما انا ان شاء الله هتجيب مجموع. بس ان كيس ان انت قرروا يولعوا فيك، انت بقى دارس كيمستري،
ليه؟ البيكريك اسيد ده حطه على جلدك، حطه على جلدك. ده بيعالج الحروق، عشان لما تتحرق، لما يحرقوك في البيت تحط البيكريك اسيد ده على جلدك، ده بيعالج الحروق. بس عنده مشكله صغيره، ايه هو؟ هيخلي جلدك يصفر. فانت لو ولعوا فيك حط بيكريك اسيد، بس ما تكترش عشان ما يصفرش. فهو بيقول لك ان البيكريك اسيد ده اصلا موجود في البق بتاع النسر. اي نسر تلاقي بقه اصفر بسبب وجود البيكريك اسيد اللي بيخلي لونه اصفر. ماشي، دي الحتتين اللي موجودين تحت. لو قلبت الصفحه هتلاقي جزء الكوندنسيشن بوليمرايزيشن، هتلاقي الحته دي. بصراحه انا ما بحبش الحته دي. تقول لي ماشي، ولا انا ما تحبهاش، بس لازم تتشرح. الحته دي هشرحها لك في المثال اللي في المنهج. تقول لي يعني مش هنشرح دي؟ انا قلت مش هنشرحها، انا قلت هتتشرح. بس هو الكتاب كاتبها لك ك A و B و B و B، فالاتنين يمسكوا يعملوا كوبوليمر، مش تفهم حاجه. فانا هدي لك المثال اللي مكتوب عشان تفهم. تعالى كده الرياكشن رقم 4، فينول ويز فورمالدهايد. تقول لي طب والصفحتين اللي في النص؟ هشرحهم لك هنا. ماشي. الفينول معروف، الفينول اللي هو ده الفينول. مين فورمالدهايد ده؟ الفورمالدهايد ده اللي هو HCHO. بالمناسبة ده بنعتبره simplest hydrocarbon derivative، يعني ده أبسط هيدروكربون في مشتقات. سي اتشاي او هي، ما هو سي و اتش بس ده هيدروكربون ديريفاتيف سي و اتش و او، او سي و اتش اي حته. ابسط واحد فيهم هو الفورمالدهايد ده اللي هو HCHO، ما فيش ابسط منه، ده اقل كومباوند ممكن تطلعه. طب هو مين السمبلست هيدروكربون؟ كنت قلتها لك دي في تاني حصه بس اكيد انت نسيتها. السمبلست هيدروكربون هو الميثين السي اتش 4، مفيش حاجه اقل منه، سي واحده، مفيش اقل من واحده سي. فالسمبلست هيدروكربون ديريفاتيف هو الفورمالدهايد اللي هو ده. طب هو مين السمبلست هيدروكربون؟ بس الميثين. ماشي. طب ايه بقى ده؟ ايه اللي هيحصل؟ هنبتدي ان احنا نعمل بوليمرايزيشن. بس البوليمرايزيشن هنا هيحصل ما بين حاجتين، ايه هما؟ الفينول والفورمالدهايد. تقول لي هو ده الفورمالدهايد؟ ما هو ده. سي اتشتين وهاية. ماشي. كل اتنين فينول وواحدة فورمالدهايد بيعملوا بوليمر سوا. تقول لي ايه ده؟ هو مش البوليمر ده كان بيكون عنده باي بوند، والباي بوند اللي هي الدبل بوند يعني، ويعملوا تتكسر ونعمل شكل اللي هو الكابيتال اتش وبيبقوا زي بعض، ولا ايه؟ ما هو ده الاديشن بوليمرايزيشن اللي هو كان بتاع الدبل بوند. ده كوندنسيشن بوليمرايزيشن ده قصه تانية، ده بقى اللي بيتعملوا ما بين حاجات مختلفه. كنت قلت لك ساعتها ان الاديشن بوليمرايزيشن كانوا بيفتحوا بس ويمسكوا في بعض، الباي بتتفتح ويمسكوا في بعض. لكن هنا لا، استناني بقى، الكوندنسيشن بوليمرايزيشن كنت قلت لك بيتعمل عن طريق ان انا بشيل ميه. طلع انا مش فاكر حاجه، تعال نفتكر او نعرف كأن انت متعرفش. قول. كل اتنين فينول هات معاهم واحده فورمالدهايد. ماشي. اعمل ايه بعد كده؟ الفينولايه دي فيها اتشايه، والفينولايه دي فيها اتشايه، مش هي C6H5OH يعني فيها اتشات. فبص ايه اللي بيحصل. الاتش دي والاتش دي والاو دي هما التلاتة بيخرجوا مع بعض على شكل ووتر H2O. حلو. طب بص معايا كده، لو انا شلتهم هيبتدي ايه اللي يحصل؟ شايف البوندات دي؟ انت ناقصك بوند، وانا ناقصني بوند، وانا ناقصني 2، انا كده كلنا قاعدين قرع. فايه اللي يحصل؟ يبتدي ان البوند دي تشبك هنا، والبوند دي تشبك هنا. شفت ايه اللي حصل؟ تاني 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 تاني. اللي حصل كالتالي، فينول وفينول وفورمالدهايد في النص. ايه اللي بيحصل؟ الاتش دي والاتش دي والاو دي التلاتة بيخرجوا على هيئة مية، فيبقى انت ناقصك بوند وانت ناقصك بوند وانا 2. طب الاتنين بتوعي واحدة وديها الناحية دي، واحدة وديها الناحية دي، الحمد لله على السلامة. هو ده شكل البوليمر بتاعنا. طب والبتاع ده بتسموه ايه؟ بنسميه باكلايت.
باكالايت. ايه ده على بعضه اسمه باكالايت. تقول لي طب وهي البتاعه دي موجوده فين؟ لا البتاعه دي مش موجوده، يعني الرسمه دي مش عليا. عايز انت ترسمها للفرجه لنفسك، اوكي هو مش كاتبينها، امال كاتبين ايه؟ تعال نقرا سوا كده. بيقول لي رياكشن اوف فينول ويز فورمالدهايد. الفينول بيعمل رياكشن مع الفورمالدهايد في اسيدك او بيزك ميديم مش فارقه، عشان يعملوا لي كوبوليمر، وده بيكون عباره عن كوندنسيشن بوليمرايزيشن عشان يطلع لي حاجه اسمها الباكلايت. ايه هي الستبس بتاعه تكوين الباكلايت بوليمر؟ each formaldehyde molecule، يعني كل واحده بتشتغل مع 2 فينول. كل واحده فورمالدهايد بتشتغل مع 2 فينول علشان يعملوا لي الكوبوليمر عن طريق ان هي بتخسر واحده ميه. الكوبوليمر molecule combine together successfully to form الباكلايت بوليمر، اللي هي الرسمه دي. عايز ترسمها فرجه ليك تثبيت للمعلومه، اوكي. هتتسال فيها؟ لا. ماشي. طب ايه بقى الخواص بتاعت الباكلايت ده؟ تعال نقرا البروبرتيز بتاعته، هتلاقي ان هي لطيفه ما فيهاش حاجه. بيقول لي it is type of cross-linked plastic. ايه cross-linked plastic ده؟ اللي هو المنظر ده. يعني هو بلاستيك كله كده داخل في بعضه، عامل شكل خريطه كده كله سايح على بعضه. ده اللي بيسموه الكروس لينكد بلاستيك، يعني كله داخل في بعضه عامل شكل الشبكه يعني. اوكي. وبيقول لي ان البلاستيك ده بيكون ثيرموسيتنج. يعني ايه ثيرموسيتنج؟ يعني مقاوم للحراره، ما بيسيحش مع الحراره. اي بلاستيك بيسيح في الحراره، بس ده لا، بيكون قوي شويه في الحراره. طب تاني حاجه، بيكون ليه دارك براون كلر. ممكن تعلم على دارك براون دي؟ اشمعنى اعلم عليها ليه؟ ممكن يجي يقول لك هي البوليمر اللي لونه دارك براون مين مع مين؟ الدارك براون اللي هو الباكلايت. الباكلايت عباره عن الفينول مع الفورمالدهايد. اوكي. طب بعد كده بيقول لي ان هو بيكون جود الكتريكال انسيوليتور. انسيوليتور يعني عازل، يعني ما بيوصلش كهرباء. عشان كده تلاقي ان شويه حاجات من الكهرباء الايادي بتاعتها بتتعمل من الباكلايت ده علشان ما توصلش كهرباء وتتكهرب انت. طب اخر حاجه بيقول لي ان هو بيقاوم الحراره، اللي هي كلمه ثيرموسيتنج، ان هو بيقاوم الحراره، فبيستخدم في صناعه الاش تريز، اللي هي طفايه بتاعت السجاير. عارف السجاير لما بييجوا يطفوها بيبقى في طفايه، الطفايه دي معموله من الباكلايت. اوكي. يبقى انا هعلم على كلمه اش تريز، وهنعلم على كلمه الكتريكال انسيوليتور، وعلى دارك براون، وكروس لينكد بلاستيك. هم دول الاربع الفاظ اللي انا محتاج عيني تكون بص عليهم. حلو. طب اخر عنوان واخر صفحه في حته الفينول اللي نختم هذا البارت، بيقول لي ازاي تعمل ديتكشن للفينول. ازاي نتعرف على الفينول؟ قال لي هتحط حاجتين. لو حطيت ايرن تراي كلورايد على الفينول تلاقيه عمل لي سوليوشن فايلوت، مش بريسبتد، سوليوشن لونه فايلوت. ماشي. طب لو حطيت برومين ووتر هتلاقي ان بقى عندي وايت بي بي تي. تقول لي معلش انا عندي سؤال، اسال. هو مش البرومين ووتر دي هتمسك الباي اللي موجوده في الفينول تكسرها؟ تصدق عيب عليك. هو الباي اللي موجوده في البنزين رينج دي بتتكسر بالبرومين ووتر؟ تقول لي لا، لان هما كانوا بيعملوا حاجه اسمها ريزونانس بتخليها قويه ما بتتكسرش. ماشي. فساعتها لو حطيت برومين ووتر تلاقيه قلب واي بي بي تي. اوكي. تعالى السؤالين كده يدمج تشابتر 2 بتشابتر 5. بيقول لي ايه هو الافكت لو حطيت الايرن 3 كلورايد على الصوديوم هيدروكسيد. ساعتها الايرن ده بيمسك في الاو اتش تبقى اف اي او اتش 3. ده الريدش براون الوحيد اللي في المنهج بي بي تي. اوكي. طبعا هنفتكرها لما نوصل لتشابتر 2 بقى في الريفيجنز، هتفتكرها ما تقلقش يعني. طب ايه اللي يحصل بقى لو انا حطيت الايرن 3 كلورايد على الفينول؟ هيبقى لونه فايلوت. اخر حاجه بيقول لي ازاي ان انت تفرق ما بين الفينول والايثانول. حط ايرن 3 كلورايد او برومين ووتر. في الحالتين في الايثانول هيدي نو رياكشن، سواء برومين ووتر مفيش باي بوند يكسرها. وكمان حط
ايرن 3 كلورايد مش هيعمل اي حاجه، لكن في الفينول لو حطيت برومين ووتر هيدي واي بي بي تي، ولو حطيت ايرن 3 كلورايد يديني فايلوت كلر. حلو. طب تعالى بقى مقارنه قبل ما نخش في الخريطه بتاعتنا، تعالى نعمل مقارنه كده نلم بيها كل الافكار اللي ما بين الفينول والالكول. الفينول والالكول كان هما الاثنين فيهم او اتش، بس عيله الفينول ماسكه في بنزين رينج، عيله الالكول ماسكه في اي اوبن تشين او برانشد، المهم ما تبقاش بنزين رينج. تاثيرهم على الليتمس، انا اسيد لكن انا نيوترال. طب الاسيد الكاركتر بتاعتهم، الفينول اسيد. ليه اسيد؟ علشان الاتش البوند بتاعتها طويله مع الاو، فالاتش سهل تخرج يبقى انت اسيد. لكن الالكول لا، البوند ما بين الاو والاتش اقوى، فالاتش ما ينفعش ان هي تخرج. ماشي. طب الرياكشن مع الميتال، احنا الاتنين مع الصوديوم بس نشتغل. طب مع البيزز انا اشتغل عشان انا اسيد، انت ما تشتغلش عشان انت نيوترال. طب مع الاسيدز انا ما اشتغلش. ليه ما اشتغلش؟ لسببين. عايز تقول ان ده اسيد وده اسيد ما يشتغلش، اريح لك، ماشي. عايز تقول لان البنزين رينج شاده الاو فسهل تتكسر، الاوهايه ما ينفعش تطلع هي والاو اتش سوا، الاو والاو اتش ما يطلعوش سوا، تنفع. هنا لا، الاو اتش سهل ان هي تخرج. اوكي. طيب عشان حته الاكسبلوسيف ماتيريال دي عايزين ناكد عليها. لو قال لي ان في هيدروكربون بيعمل اكسبلوسيف ماتيريال، ده التولوين بس. ليه؟ ما هو هيدروكربون يعني سيهات واتشات بس. احنا الاكسبلوسيف عندنا 3 حاجات، عندنا التراي نيتروجليسرين، وعندنا الفينول، وعندنا التولوين. ال3 دول مواد متفجره. فلو قال لي هيدروكربون يعني سيهات واتشات فقط، هنا في اوهات يبقى ديريفاتيف، هنا اوهات ديريفاتيف، يبقى انت بس الهيدروكربون يبقى تولوين. طب لو قال لي بقى ديريفاتيف يبقى ممكن حاجتين، يا التراي نيتروجليسرين يا اما الفينول، الاثنين ينفعوا، بس تاخد بالك من حاجه، ايه هي؟ لو قال لي اليفاتيك يبقى ده، لو قال لي اروماتيك يبقى ده. يعني ممكن يقول لي اروماتيك هيدروكربون ديريفاتيف بيستخدم في الاكسبلوسيف، يبقى ما فيش غيرك. طب اليفاتيك هيدروكربون ديريفاتيف بيشتغل في الاكسبلوسيف، يبقى ما فيش غيرك. 100. خريطتنا الجميله للكربوليك اسيد اللي هو الفينول، كان ليه طريقتين تحضير و5 رياكشنات. ايه ده 5؟ مش كانوا 4؟ انا محورهم ل5. ماشي. تعالى عند الكربوليك اسيد، طريقتين التحضير، يا اما الفراكشنال ديستيليشن عند درجه حراره 180 كل الفينول بيتبخر، يا اما الطريقه الثانيه ان انت هتجيب كلوروبنزين 300. طب رياكشناتي، يا اما تحط لي صوديوم او صوديوم هيدروكسيد، ساعتها في الحالتين زي بعض، الاتش بتيجي تخرج يركب مكانها الان اي او الان اي اللي في الاو اتش، ففي الحالتين زي بعض. طب تاني رياكشن ان انا هعمل لها نايتريشن، هحط 3 من النيتريك اسيد فهيركب 3 NO2 اللي هو اسمه بيكريك اسيد، ما تنساهوش، كربوليك اسيد بيكريك اسيد. طب الفورمالدهايد ده اللي بيطلع لي بوليمر اسمه الباكلايت اللي هو لونه براون او دارك براون. طب اخر حاجتين، لو حطينا FeCl3 كان بيطلع فايلوت، ولو حطينا برومين ووتر بيطلع وايت. طبعا انا ما كتبتش الرياكشن مع الاسيد لان هي بتدي نو رياكشن، احط لك HCl واقول لك نو رياكشن يعني، ولا اعمل ايه؟ فعشان كده طالعين ال3 الاساسيين ودول 2 تحنيك من عندي كده. كده انت لميت كل الجزء بتاع الفينول في الحتتين دول. انهي حتتين؟ المقارنه اللي عندك دي فيها كل النظري بتاع الفينول والالكول، والرسمه دي فيها كل الايكويشنز بتاعت الفينول. وكده يكون خلصنا البورت بتاع الفينول، وتعالى بقى نبتدي في البورت بتاع الكربوكسيليك اسيدز. خد نفس عميق كده وخد لك لفتين في البيت ولا حاجة عشان تفصل، بس كده نغير الموضوع عشان احنا هنخش في عيلة تانية دلوقتي. ربنا معاكم، لو حد عنده اي سؤال يقدر يسأل.